تخافش يا حبيبي، لا. تخافش بس يا عم، هتقوم زي الفل والله. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. رحل عن عالمنا من ساعات محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى، واحد من أكبر وأهم المشجعين حبا وإخلاصا للنادي الأهلي. أمح زي ما احنا عارفين من الشباب المصابة بمتلازمة داون، ويعتبر من أنظف القلوب اللي ممكن الواحد يتعامل معاه، شخص محبوب من الكل، يمكن من جمهور الزمالك كمان قبل جمهور الأهلي. طب إيه سبب وفاة أمح؟ طبعا الموضوع في الأول وفي الآخر قدر ونصيب مكتوب، بس اللي حصل إن أمح اتصاب بالشلل الرباعي. طب اتصاب ليه بالشلل الرباعي؟ ده بسبب إن أمح راح لواحد بيعمل حاجة اسمها سيرفايكل مانيبوليشن، وده معناه تحريك الرقبة أو بعض الفقرات اللي موجودة في الجسم، ودي المفروض حركات معينة بتبقى مدروسة بالسنتي وبالملي عشان خاطر يقدر يريح المسافة ما بين الفقرات، أو عشان خاطر يقلل الألم لو حد مثلا كان عنده ألم في فقرات الرقبة. فطبعا الشخص اللي عمل لأمح الحركة دي الله أعلم هو مين، ولا منتحل شخصية طبيب، ولا إيه حكايته بالظبط. يمكن لو كنتوا تابعتوا في آخر فيديوهات أمح كان قلبه حاسس إنه خلاص بيعمل آخر فيديو أو اتنين ليه، وكان بيتوجع بشدة من الألم. على العموم زي ما قلنا لكل أجل كتاب، وربنا يمكن افتكر أمح عشان يريحه من آلام ووجع كان تعبه في الدنيا، وراح لدار الحق اللي فيها أكيد هيبقى مرتاح. ربنا يرحمك يا أمح ويصبر حبايبك وأهلك وكل الناس اللي حبوك، وأنا واحد منهم. مستني دعائكم لأمح في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك، فولو، شير، واستنونا في حلقة جديدة.